السلام عليكم. في فيديو جديدة غادي تكون هاد المرة هادي بمناسبة ديال الحدث الأبرز واللي تنتظروه محبي كرة القدم حول العالم، اللي هو نهائيات كأس العالم بقطر 2022. هاد الفيديو هادي غادي تكون مختصرة ومخصصة فقط للتوقعات الشخصية للمنتخبات اللي غادي تأهلوا للدور الثاني بناء على المستويات ديالهم قبل ضربة البداية. دونك غادي نبداو بالمجموعه ا كتضم منتخبات قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا. كنرشح شخصيا منتخب هولندا ومنتخب السنغال، ولكن حذاري من منتخب الاكوادور. المجموعه بي هي مجموعه كتضم منتخب الانجليزي ومنتخب الامريكي ومنتخب ويلز والمنتخب الايراني. شخصيا هذه المجموعه هذه كنفضل ان فيصل القاسم يحللها. دونك شخصيا في هذه المجموعه هذه كنرشح منتخبات الانجليزي ومنتخب ويلز. بالنسبه للمجموعه سي هي مجموعه كتضم منتخبات الارجنتين، المكسيك، بولونيا والمنتخب العربي السعوديه. المنتخب الارجنتيني غادي يمر كمرتبه اولى، والصراع غادي يكون قوي ما بين بولونيا والمكسيك، وشخصيا كنرشح منتخب المكسيك. المجموعه دي هي مجموعه قويه على الورق وفيها ذكريات شويه غير ساره منتخب فرنسا. مجموعه نوعا ما شبيهه بمجموعات المنتخب الفرنسي في مونديال 2022 2002 في كوريا واليابان. وبالاضافه الى ان كاين هناك عقده او لعنه حامل اللقب اللي كيتقسم من الدور الاول، اللي عاشها ايضا المنتخب الفرنسي في مونديال 2002. لكن هذه المره هذه غادي ندوز على القاعده وغادي نرشح منتخب فرنسا والدنمارك. المجموعه مجموعه شخصيا كنرشح فيها المفاجاه. كنرشح منتخبات اسبانيا والالمان، حتى لا ننسى ان منتخب المانيا تقصى في الدور الاول في لاكوب دي موند ديال روسيا 2018 ونهزم امام منتخب شبيه بالمنتخب اللي غادي يلعب معاه هذه النسخه هذه، اللي هو منتخب اليابان. في الدور اللي فات كانت تقصى امام منتخب كوريا الجنوبيه. المجموعه اللي كتهمنا كاملين مجموعه المنتخب الوطني المغربي. هنا كان نوعا ما غنستعمل العاطفه. في المجموعه ديال بلجيكا، كرواتيا، المغرب وكندا غادي نرشح منتخبات بلجيكا والمغرب، على امل ان شاء الله تكون اون بون سوربريز. المجموعه جي هي مجموعه كتضم منتخبات البرازيل، لا سويس، صربيا والكاميرون. كنرشح منتخب البرازيل اولاما، والصراع على البطاقه الثانيه غادي يكون قوي ما بين منتخبات سويسرا وصربيا. شخصيا كنرشح منتخب لا سويس. المجموعه الاخيره كتضم مجموعه قويه كتضم منتخبات تنافسيه للغايه، وكاين هناك تاريخ مشترك بيناتهم. كاين هناك منتخب البرتغال، الاوروغواي، كوريا الجنوبيه ومنتخب غانا، مجموعه بذكريات 2010 والعديد من الاشياء. هنا غادي نرشح المنتخبات الكبيره، منتخب البرتغال ومنتخب الاوروغواي. في انتظار النتائج. كان هذا فقط توقع شخصي ديالي، وغنزيد نتوقع شكون المنتخبات المرشحه غادي تكون في الصف الاول. الارجنتين والبرازيل. منتخبات الصف الثاني منتخب كيبقاو الاسماء الكبيره يجب ضروري الحفاظ عليها، منتخب فرنسا ومنتخب اسبانيا ومنتخب المانيا. الى هنا كانت هما التوقعات الشخصيه ديالي، وكنشكركم من حسن المتابعه وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.